النادي الاهلي قافل على نفسه بشكل واضح وبشكل بتحاول في إدارة النادي إن هي تدعم الفريق في شهر يناير بشكل كبير. كريستو وصل القاهرة بصحبة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، وخلاص أصبح لاعب رسمي. الأهلي أعلن رسميا كريستو اللي هو الوينج ليفت بتاع النجم الساحلي، والأهلي أعلن رسميا انضمامه لمدة 4 سنين ونص سنة، هيتأيد في قطاع الناشئين، محترف تحت السن. كمان خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن لنادي سموحة، الأهلي أعلن رسمي عن انضمامه 6 شهور على سبيل الإعارة بنية البيع، وارتدى القميص الأحمر وعمل برومو الانضمام الرسمي. عزيز يعقوبو الأهلي بيطالبوا إعارة لمدة 6 شهور بنية البيع، وكنت قلت لحضراتكم هذا الكلام، والأمور هتمشي في إطار أنه ممكن يدفع الأهلي مبلغ مالي من الصفقة تصل ل 2.5 مليون دولار أو يورو. هيدفع الأهلي 400,000، الأهلي طالب كده يدفع 400,000 لمدة 6 شهور. إذا الأمور الصحية أثبتت سلامتها، هيستكمل العقد بتاعه أو العقد البيع النهائي، وتستكمل الفلوس اللي يبقى 2,100,000 يتم سدادهم وفق المواعيد المحددة. عزيز يعقوب تقاريره الطبية كلها سليمة، ما فيهاش أي مشكلة. المشكله انه كان عنده اصابه سابقه، والاهلي قلقان ان الصليبي اللي فات ده، ما دي حاجه غريبه، هو ممكن يجي سليم ويجي له صليبي. يعني انا مش قادر برضو استوعب القصه دي. يعني هل النهارده اكرم توفيق ربنا يشفيه يا رب جاله صليبي واتعالج منه، وكان كان ما شاء الله عليه يعني احسن باك رايت، ولعبنا مع بلجيكا وكسر الناس بتاعت بلجيكا دغدغهم يعني، وبقى يعني نجم المباراه. واتقال انه جاله عروض وحاجات من دي. هل اكرم توفيق لما تجيله عروض الصليب اللي كان عنده وشوفي منه قبل ما يتصاب الاصابه التانيه دي، يعني كان الناس هتقول اصل عنده صليبي ما يتباعش؟ برضه ده سؤال يعني. الصليب التاني جاله ربنا ان شاء الله يشفيه بقى احسن من الاول. احمد حجازي المدافع الرئيسي دلوقتي اللي كان محترف في انجلترا وبيلعب في السعوديه مع نادي اتحاد جده، ويعني هو كابتن النادي ومن نجوم الدوري السعودي دلوقتي، ده عامل 2 صليبي. كريم فؤاد جاله صليبي ربنا يشفيه يا رب. عمار حمدي صليبي والحمد لله رجع بالسلامه ولاعيبه كتير يعني جالها صليبي، وحسام غالي قبل كده جاله صليبي، ونجوم كبيره جدا جالها صليبي يعني، ورجع التاني باقوى من الاول. وابراهيموفيتش مثال عالمي يعني، وفان دايك نجم الدفاع الهولندي، كل دي يعني لعيبه جات لها صليب يعني. فمش عارف التأثير، انما يعني الاهلي بيحاول ان هو يأمن نفسه. اوكي مفيش مشكلة يعني. والقصة ان هو 6 شهور على سبيل الاعارة، بعد كده بيع النهائي. وفي بلان 2 زي ما قلت لحضراتكم للنادي الاهلي انه هو ممكن يبقى في مهاجم تاني افريقي ايضا محترف في اوروبا على فكرة يعني، وعنده 28 سنة، ومن المهاجمين اللي معروفين برضو في اوروبا او على المستوى الافريقي يعني. ممكن يبقى ده كان الحل التاني او الطرح التاني. انت عارف لما بتيجي تطلب لعيب او المدير الفني بيرشح عايز مركز معين في الملعب وعايز مهاجم صريح، بتحصل فيه 3 ترشيحات بيتفرج عليهم بس بيرتبهم. هو رتب بقى نمرة 1 يعقوب، ونمرة 2 اللعيب اللي انا بتكلم عليه ده، نمرة 3 كذا. فاصبح اللعيب التاني دلوقتي هو المرشح ان هو ممكن يبقى موجود. آه، على فكرة في كلام ان الاهلي كان عايز بيفكر انه يستعيد بيكهام وشكري من سيراميكا. انا بتصور انه ده بعيد يعني. يعني شكري اللي هو الباك ليفت، وبيكهام بيلعب سيرد باك وباك رايت، هنشوف. كمان كان في كلام على عمر كمال عبد الواحد، لكن فيوتشر طالب رقم كبير يتخطى 30 مليون جنيه. فالاهلي برضو الصفقه بعيده شويه، انما الاهلي يعني جس نبض اللعيب، واللعيب وافق على الانضمام للنادي الاهلي. مروان عطيه اقرب دلوقتي للاهلي نتيجه الرغبه اللي كاتبها، استماره الرغبه اللي كاتبها، واللي طالب ان هو يلعب فيها للنادي الاهلي. لكن الزمالك داخل بقوه، وكمان بيراميدز داخل بقوه في هذا الامر. فيريرا رافض تماما انه يجي اي مدرب لأسامة نبيه مكان أسامة نبيه. على فكرة في حسين ياسر محمدي في كلام قوي جدا انه يجي حسين ياسر محمدي، انه يجي طبعا نجم الاهلي الاسبق ونجم الزمالك الاسبق ومدرب في قطاع الناشئين في نادي الزمالك، ان يجي مساعد مع مستر فيريرا. لكنه حتى الان فيريرا رافض تماما ان يكون ليه مساعد مكان كابتن اسامه النبيه. انما هنشوف الفتره الجايه ممكن تمشي ازاي في هذا الامر. كمان
عايز اقول لكم على حاجه، انه سامسون المهاجم اللي موجود دلوقتي في نادي الزمالك البنيني في 900 الف دولار الزمالك بيسددهم للنادي بتاعه في فنزويلا. في كلام ان الزمالك ممكن يرجعه اعاره، يعني في قسط بيحل معرفش 400 ألف دولار ولا كام، ففي كلام ممكن الزمالك يرجعه إعارة 6 شهور ويقلل هذا القسط أو يأجل هذا القسط أو يلغي هذا القسط، ويبقى الصفقة بقية الفلوس ويرجع تاني لنادي الزمالك في أول السنة الجديدة، أول الموسم الجاي يعني. وإن الزمالك يجيب مهاجم تاني قوي عشان يخوض بيه دوري أبطال أفريقيا خلال الفترة الجاية. كل دي أفكار، هنشوف الأمور اللي جاية هتحصل فيها إيه. خلوني اتكلم على فكره تعيين الكابتن اسماعيل يوسف مدرب عام. هو الفكره كان ان الكابتن اسماعيل يوسف يجي مدير كوره، مش يجي مدرب عام. والهدف من ان يبقى متواجد مدير كوره انه يعمل زي ضبط اداري جوه الفريق بعد الازمات اللي تفجرت مؤخرا. القصه بتاعت اكله الرنجه ولا معرفش ايه اللي حصلت في ماتش اسوان، ليله ماتش اسوان، والحواديت الاخيره ومشكله فتوح وعبد الله جمعه وأزمة الراجل وإحساسه إنه في تدخلات في شغله وإنه في هجوم عليه من يعني الناس بتنتمي لنادي الزمالك فيريرا. كل الكلام ده محتاج نوع من الضبط الإداري جوه فريق الكورة. فالفكرة إنه كان يجي كابتن اسماعيل يوسف مدير للكورة، وطرح اسم الكابتن حسين ياسر محمدي كمدرب عام بديل للكابتن أسامة نبيه اللي استقال من منصب المدرب المساعد أو المدرب العام مع مستر فيريرا يعني. وحسين ياسر على فكرة عمل نتائج كويسة جدا ومميزة جدا في قطاع الناشئين الحقيقة يعني. وكابتن اسماعيل يوسف طبعا ليه تاريخ طيب جدا مع فيريرا، حتى في فترة ولايته الأولى كان موجود معاه وكان يعني ليه دور مهم جدا معاه، وفي نوع من التناغم بينهم يعني. لكن هل ده كان هيبقى ليه تأثير سلبي على أمير مرتضى اللي هو مشرف على الكورة؟ المفترض ان كل الأزمات اللي بتحصل دي هو راجل مشرف على الكورة، يعني هو المفترض اللي معني بحل كل الأزمات دي أو مش حلها، أو المفترض ان هو يبقى مسؤول عن عدم ظهورها أو عدم خروجها يعني، او انها تحصل في الاصل. يعني دايما بقول ان القياده المميزه ان الازمه ما تحصلش، مش انها تحصل وانت تحلها. لو حصلت وانت حلتها تبقى عادي، تبقى قائد عادي يعني. لو حصلت وانت ما حلتهاش يبقى ما عندكش فكره. انما لو ما حصلتش من الاصل ودايما الازمات بتتقفل في المهد بتاعها وتتوقد، ده القائد الشاطر. مؤكد انه في الكواليس تحليل يعني ان امير رفض، وانت لما تيجي تبص لها من منظور تاني حقه، لانه تعيين الكابتن اسماعيل يوسف مدير للكوره هو اعلان عن فشل امير مرتضى مؤخرا في القياده الاداريه لفريق الكوره. والا جبت له مدير كوره ليه؟ فاكيد حصل جدل وكلام رايح جاي لغايه ما وصل ان الكابتن اسماعيل يوسف يعين مدرب عام لفريق الكوره بنادي الزمالك، وقفل الفكره بتاعت حسين ياسر محمدي. كابتن اسماعيل يوسف راجل يعني بجانب الفنيات بتاعته راجل سياسي، بيعرف ازاي يتعامل يعني هيعرف ازاي يتغاضى عن بعض المواقف، هيعرف ازاي يخرج من بعض الازمات. غير الكابتن اسامه نبيه، الكابتن اسامه نبيه كان عنده احساس باستمرار ان هو مهمش وان هو مش واخد صلاحياته وان هو ما يليقش بيه. يعني انا راجل في الاخر موجود مش عشان خاطر اخد مرتب ولا عشان خاطر اعمل حاجه كده او كده، هو موجود علشان خاطر برضه يبقى ليه دور فني مهما كان يعني. مستر فيريرا شاف انه اسامه نبيه تخطى الجزء اللي هو رسمه له، وبعض الناس اوشت لفيريرا انه ممكن يكون اسامه نبيه يعني بينقل للاداره حاجات كتيره جدا هو مش حابب كده او هو مش عايز كده، وهو متضايق الفتره الاخيره من الاداره، فجت في اسامه نبيه. يعني في الاخر الخبطه جت في اسامه نبيه. عموما كلهم ولاد نادي الزمالك، والمفترض انه الفتره الجايه يحصل نوع من الهدوء جوه نادي الزمالك، خصوصا بعد القصه الكبيره اللي حصلت بتاعه احمد فتوح ايضا وبتاعه عبد الله جمعه، واللي ظهر فيها الفيديو اللي حصل فيه زي اعتذار معرفش مين لمين واعتذار عن ايه. لكن الفيديو اللي نزل ده كان فيه
الكابتن اسماعيل يوسف واعلان تعيينه كمدرب عام. ولفت الانظار جدا ان فتوح مش موجود في الفيديو ده، وعدم وجود احمد فتوح في هذا الفيديو خلى فيه قيل وقال كثيرا جدا. هل فتوح رفض؟ هل فتوح عايز يظهر في فيديو لوحده؟ هل فتوح اعتبر دي اهانة كبيرة ليه؟ هل فتوح الفترة الجاية مش هيتعامل نهائيا مع الإدارة ويخلي تعاملاته بس مع المدير الفني مستر فيريرا؟ حاجات كتيرة جدا أو أسئلة كتيرة جدا الحقيقة ظهرت في الفترة الأخيرة وتساءل عنها ناس كتيرة جدا سواء من الجماهير أو من الإعلام. أنا بتخيل أنه الأيام اللي جاية هتجيب على كل هذه الأسئلة.